مساء الخير عليكم البنات ومرحبا بكم معايا في قناتي قناة أستيوس إغسات. نرحب بجميع المشتركين والمشتركين الجدد. نطلب كذلك من السيدات يتابعوا الفيديو للأخير باش هكذا يشوفوا الطريقة تاع المقروط اللي راح نديروه اليوم تاع الكوشه. الطريقه المتداوله الان في مواقع التواصل واللي صراحه جربتها وعملتها ورائعه جدا جدا. نتمنى ان شاء الله تجربوها وتتابعوا الفيديو للاخير باش هكذا تستفادوا باش تستفادوا من الفيديو وتنجح لكم ان شاء الله الطريقه. هنا واش نديروا عندنا يعني اللي مالفين يديروا المقروط والمالفين عادي تستعملي الكيله الكبيره. ديري الكيله الكبيره اللي هي 3 كيلات تاع فرينه بهذيك الصحفه اللي راكم تشوفوا فيها بهذه. ديري 3 كيلات فرينه. ديري 3 كيلات سميد، عفوا 3 كيلات سميد موين من تجيبي الكاليتي اللي يكون مليحه. تجيبي كيله من الفرينه دقيق الابيض. عندك كيس خميره حلويات، السر في هذا وما تخافيش تقولي يتشقق لي، ما يتشقق لك ما والو. عندك كذلك قرصه ملعقه صغيره تاع ملح هكذا باش يجي الذوق تاعو. كم تعرفوا المقروط دائما فيه عندنا كيله، هاد الكيله هذه البنات نخلطوها سمن وزيت. ديري نص سمن ونص زيت. كيله هاي ليك معمره سوا ماهيش فايضه، معمره سوا زيت، نص زيت ونص سمن. يعني وماذا بيك ما نقولوا كي تذوبي السمن تحطيه تزيدي فوق الزيت باش هكذا تبرد لك هذاك، لازم يكون بارد. هنا البنات ندوروا للحشو ديالنا. هنا عملناه حشو بسيط جدا في متناول ان شاء الله الجميع اللي هو بالكاوكاو. شوفوا مليح الكاوكاو، ريحيه مليح مليح، ريحيوه البنات ريحيوه. عندك 3 كيلات تاع كاوكاو وكيله تاع سكر. انا ما نديرش الكيله معمره، ندير كما يقولون نصف اقل من نصف. وعندك مغرفه صغيره تاع سمن. هنا البنات عندنا البيض. نستعملوا اذا استعملتي 3 اكواب كيلتي بالكوب يعني بالكاس استعملي حبه بيض. لكن اذا كيلتي كيما انا بالصحفه او الغرفيه لا تاع الشربه العاديه لازم ديري 2 حبات بيض. هنا نبداو البنات مع بعض نصبوا الزيت والسمن اللي ذوبناه. نصف كيلة زيت نصف كيلة سمن. نخلطوا هذوما كامل. هاي ليك الخميرة الحلويات نخلطوهم مليح مليح. البنات اذا قدرتوا يعني ما كيش مزروبه اعمليه وحطيه في وغطيه، خلطيه مليح كيما راكي تشوفي، دخلي فيه مليح 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 هذاك الدهان هذاك وخليه يبات ليله كامله. اذا كنتي مزروبه ساعتين او 3 سوايع يكفي وراح ينجح لك يعني ما شاء الله. اذا كيما راكم تشوفوا هنا البنات نخلطوها مليح بالطبع باش هكذا يدخلوا هذوك المواد في بعضهم. هنا خلطته هاوليك كيما قلت لكم. تحبوا تخلوه يبات ليله ديريه في الليل، الصباح تنوضيلو بعد ما تكملي شغلك. تحبي كيما نقولوا ديريه الصباح وبعد ما تكملي شغلك طيبيه، تبداي تطيبي فيه. الكيس هذاك تاع الخميره ما تخافوش منه البنات، ما راحش يدير لكم فيه حتى راح بالعكس راح يخليه هش. نخليوه الان هذا قدامنا ونروحوا باش نخلطوا الحشو ديالنا. انا نستعمل مزهر، دوك نوريلكم بعد المزهر اللي نحبو بزاف بزاف نستعملوا هذه يعني دائما نستعملوا. نخلطوا 3 كيلات تاع كاوكاو او لوز اللي توفر عندك مع الكيله ناقصه بنقصي. ديري نص تاع الكيله تاع السكر باش ما يجيك الحلاوه تاعو ما تجيش خاطر راح من بعد تعسليه. وهذيك الملعقه صغيره معمره تاع سمن ولا زبده. يعني هو السمن ثاني يجي بنين بزاف بزاف على جال الكاوكاو هذاك. ديري سمن يغطي لك شويه على الذوق هذاك المذاق تاع الكاوكاو. كيما راكم تلاحظوا هنا ما استعملناش القرفه، لكن كي تذوقيه راح تلقاي فيه واحد الطعم ما شاء الله. هنا البنات الحشوه ديالنا كيما راكم تشوفوا راكي تشوفيها تلصق في اليد، عفوا راكي تشوفيها تلصق في اليد، لكن هي راح تشرب يعني راح تمتص كامل هذوك السوائل. هاي لك هنا شوفوا كيفاش بيد ما تجيبي الطابع ديالك بيد ما توجدي امورك يكون. هاوليك البنات الماء زهر الزينه
واسمه اللي نستعمله صراحة عنده ريحة، سمحوا لي، لكن الريحة تاعو رائعة جدا يا البنات، هايلة، ننصحكم دائما به. هنا البنات جبنا زوج حبات بيض. كما قلت لكم اذا استعملتوا هذه المخفيه او هذه الصحفه هذه او هذه الغرفيه هذه، كان قلتها لكم بزاف لهجه جزائريه، هذه الصحفه هذه تاع الشوربه العاديه تاع شخص واحد، استعملي زوج حبات تاع بيض. اذا استعملتي بالكوب، هذاك الكوب المشهور عندنا، هذاك الكوب استعملي حبه بيض واحده. هكا البنات باش نكونوا واضحين. اللي يحبوا يبداو جديد يستعملوا يكيلوا كلش بالكوب ويعملوا حبه بيض. هنا نعمروها بالمزهر، هاي ليك، شوفوا البنات عمري مليح، يعني تقدري تعمري الكيله كامله، لكن سميد ماذا بيا تجيبوا سميد مليح. نخلطها حتى هذا البيض ثاني عند ثاني استوس كذلك، يعني يخلي لك هو والخميره يخليو هذاك المقروط هش وينجح الكامل البنات، ينجح لكم، ما تخافوش، كامل ديروه وما تخافوش، راح ينجح لكم باذن الله، وراح تعتمدوا هذه الوصفه. تقدروا البنات تستعملوا التمر الغرس، كما تقدروا تستعملوا المكسرات الثانيه. نصبوا هذيك البيض ومزهر كاملين. انا البنات ما استعملت له حتى قطره تاع ما، شمختو بالبيض والمزهر وكملت، دوك تشوفوا شمختو بالمزهر، يعني ما درت له حتى قطره تاع ماء، لكن الطعم تاعو يجي رائع جدا ويجيك هش هش ما شاء الله. كيما راكي تشوفي خلطي، ما تخافيش تقولي دوك يعجنني ولا دوك، ما تخافيش، ولا دوك كي نحطو يطيب لي مدكوك، لا لا، زيدي طريه، لانه انتي وحساب السميد اللي عندك. دوك نشوفوا الان العجينه تاعنا تجي ملساء، تجي طريه، ما تجيش عجينه مبسه هذيك اللي تجي تحليها تلقايها تتفتت بين يديك، لا لا البنات، هذه عجينه لازم تجي مبسه. هنا سرعت لكم الفيديو لاني راني نخلط، صدقوني سرعته راهو في 10 دقائق، يعني ماذا بيا الفيديو تاعي دائما يكون قصير، وماذا بيا توصلكم المعلومه كذلك، ساعات لازم يجي شويه طويل، اسمحوا لي. هكذا راني نلم في العجينه، شوفوا البنات تجي فولوتي، تجي هايله هذيك العجينه، الملمس تاعها يجي، شوفوها. اذا هنا واش جبت بوده هكذا، وجبت كذلك بودان صغير تاع كاوكاو. شوفوا العجينه تعاملوا معاها كيما تحبوا. هذا المقروط هذا، لكن حبيت نقول للسيدات باللي يعملوه في ديمول، يديروه ثاني في ديمول هكذايا، يوزنوا العجينه مثلا 35 والكاوكاو يوزنوه 15، باش هكذا تجيك الحبات كامل كيف كيف. هنا كيما راكي تشوفي، شوفي مليح كيفاش راني نطم فيها مليح، نلمها مليح، ما راهي تتكسر، ما تخافي تتكسر لك، يعني هذا للمبتدئات راح يفرحهم راح تفرحهم هذه الوصفه هذه. تعاملي معاها بالعقل برك باش تجيك شابه كيما راكم تشوفوا، هاي ليك، شوفي حتى كي ندورها ما نخافش انه تحل او تتشقق البنات. ودائما المقروض يبقى حاجه حساسه، يعني حاجه اللي دائما نخافوها. نجيب هذا، صراحه انا ما تحبوا هكا، تحبوا بالطابع، ما تحبش هذاك اللي شغل دوكا اللي داروها مودرن، هذاك ما تحبوش. انا ثاني نحب المقروط بهذا الشكل. هاوليك شوفوا الشكل كيف يخرج هكذا. نقطعوه على حساب، يعني اسهل ما يمكن. اللي ما عندهاش تقدر تعمل هذاك البوده وتجيب فرشيطه وتجوز بالقاع تاع الفرشيطه وتجوز هكا من الفوق وتقطع، يعني ماشي ما عندكش هاد اللوازم ما تقدريش، لا لا، بسطي الامور على اقصى ما تقدري. نقطعوهم راح يجيو الميزه تاعو انه راح يجيو قد البنات. نقطعوا الحبات ديالنا هكذا كامل كيما راهم. هاولي كيفاش ندورو في يدنا، شوفي استعملوا هذه الطريقه هذه البنات هكذا.
دوك هنا البنات واش ندير، نحطو انا نكمل نحطو يطيب في الكوشه ونرجع لكم كي يوجد ان شاء الله. اذا هنا البنات وجد المقروط ديالي. شوفوا درت لكم شويه اضواء شويه اجواء، بدلت لكم زعما ان شاء الله يعجبوكم برك. هنايا شوفوا ما شاء الله جا هشيش، يعني واحد الهشاشه فيه بنين بزاف بزاف. المذاق تاعو وكي تاكليه يذوب هذا كي تقولي يذوب في اللسان، عفوا في الفم، يذوب في الفم. البنات ان شاء الله نتمنى كامل تجربوه، وصدقوني والله نتمنى تجربوه باش تفرحوا، لانه هذه الطريقه هذه ناجحه 100%. هاوليك المقروط تاعنا. نتمنى البنات تجربوه. شكرا لحسن المتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.